اول حاجه عشان تبدا تكتشف ان في بيتك مدمن او شخص بيتعاطى مخدرات، ان بتلاقي عادات نوم الشخص ده اتغيرت خالص. يعني كان بينام مثلا الساعه 3 مثلا الفجر، بيصحى مثلا الظهر، او بيصحى مثلا الساعه 10 الصبح، او ايا كان بيصحى الساعه كام. ابتدى ينام الظهر بقى، بيصحى المغرب، بيصحى العشاء، نومه مش منتظم، ما بينامش كتير خالص، او بينام عدد ساعات كبيره جدا. في خلل حصل في ايه؟ عدد ساعات النوم، نومه ما بقاش منتظم اتغير تماما. مش اتغير حاجه بسيطه، مش معنى ان واحد اتغير نومه ساعه ولا 2 بدري او ساعه ولا 2 متاخر ان احنا كده بقى خلاص، لا، اتغير ميعاد نومه خالص. انت بتتكلم كده على واحد ان هو ما وروش شغل ولا مشغله ولا اي حاجه. حتى لو وراه شغل ابتدى يتاخر في نومه، ابتدى ينام في الشغل، ابتدى لما بيروح كان بيقعد شويه مثلا مع، لو هو مثلا شخص مسؤول عنده اولاد او كده كان بيقعد معاهم، لا ده ابتدى ينام،